وي صحابي ارواح تبع هذا فرض الفصل الاول. ها هو السيجي ديروا له كابتير ونبداو في الحل. سي بون تبع معايا نريقلك في الجذور دروك. بون بالنسبه للتمرين الاول جماعه عطاك قال لك احسب البي جي سي دي تاع زوج اعداد 455 و 1183 ثم اختزل الكسر 1183 وتحت 455 نورمال. اش غادي ندير دروك؟ غادي نحسب البي جي سي دي تاعك. بون نجيبو الكالكولاتريس تاعنا. كيفاش غادي تحسبه؟ انا افضل وننصح كاع التلاميذ باش يديروا طريقه القسمه. سي بون صح. هاي الاله حاسبه دوك نوريكم خطوه بخطوه. تبع معايا. غادي تقبض العدد الكبير بيناتهم تكتبه كيما هكا 1183 يساوي 455 في زائد معناتها المقسوم يساوي القاسم في الحاصل زائد الباقي. اش غادي دير؟ اقسم هذا على هذا. ارواح غادي تقسم هذا على هذا 1183 قسمة 455 صح. عندك شحال لقيت 2.6. شنو ندير؟ هذيك الزوج غادي نبلاصيها في الجزء تاع الحاصل. نقص عقل اش راني نقول لك. نقص الجزء الصحيح اللي تلقاه الباقي هذا العدد العشري وضربه في القاسم باش تلقى الباقي. خصني الباقي هو 273 صافي. هنايا زوج وهنا 273 ما تسقسينيش عليه تبعني وصافي. زيد ضرب واش دير صاي هذا خلينا منه. غادي تعاود تهود هذا وهذا. غادي تعاود تهود القاسم والباقي 455 و273 بنفس الطريقه. اش غادي ندير؟ غادي نقسم 455 راكم قاعد تشوفوا معايا قسمة 273. عندك شحال لقيت؟ غادي نكتب ليها واحد. شنو ندير؟ قلت لك نقص الجزء الصحيح ومن بعد النتيجه اللي تلقاها اضربها في القاسم 273 معناتها 182 هو الباقي. بنفس الطريقه نعاود نهود هذا وهذا 182 في واحد بيان سير زائد كيما هنا باينه. معليش نعاود ندير هذا 273 قسمة حرز غير تغلط 182 صافي. نقص واحد ونضربها في 182 91 الباقي هو 91. نعاود نقسم هذا على هذا 182 تساوي 91 في زائد في زائد. تبع معايا ضرب 182 قسمة 91 تساوي زوج. كي تنقص لها زوج تلقى زيرو تضربه في القاسم تلقى زيرو معناتها الباقي زيرو. كي تلقى مع التالي كاع في الكالكولاتري زوج صحيح فقط ما تلقاش عدد عشري معناتها الباقي زيرو. مادام الباقي زيرو صافي العدد اللي قبله هو البي جي سي دي. اذا بي جي سي دي تاع هادو زوج اعداد 1183 455 يساوي 91. سي بون صح. من وراها غادي يقول لك اختزل الكسر. كيفاش تختزل الكسر؟ غادي تقسم الفوق والتحت على 91. الخطره الجايه نوريكم بالكالكولاتريس كيفاش تلقاو النتيجه مختزله. اذا دائما كي يقول لك اختزل الكسر النتيجه تاع البي جي سي دي اللي تلقاها هي اللي غادي تقسم عليها البسط والمقام. تسمى 1183 قسمه 91 تساوي 13 والتحت 455 قسمة 91 5. إذا اش غادي نديرو 13 على 5 13 على 5. هذا هو الكسر المختزل. شاو الهدف من بي جي سي دي؟ نكتبوا كسر غير قابل للاختزال. هذا هو الهدف تاعنا. هذا كان بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الزوج جماعة تبعوا معايا وما تنساوش بارطاج. بون صافي نقدر نمحي. قبلنا السؤال الأول نروح للسؤال الزوج. تابعوا معايا خطوة بخطوة. العلامة الكاملة بإذن الله. العلامة الكاملة في المات في هذا البيان 2025. أعطاك العدد الأول أ يساوي 3 جذر 8 في جذر زوج. قال لك بين أن أ عدد طبيعي. وأعطاك العدد ب 2 جذر 27 ناقص زوج جذر 3
زائد جذر 12. روح نقرشك في الجذور. حيث أ عدد طبيعي، قال لك اكتب ب على شكل أ جذر 3. درت نفهمك غاية الغاية. ومن بعد مع التالي عطاك سؤال، قال لك بين أن أ على ب تساوي 2 جذر 3 على 3. كيفاش غادي نديرو جمع؟ بون اول حاجه خصني نبين بلي ا عدد طبيعي. كيفاش غادي نحسبها؟ عندي قاعده تقول لك جذر ا في جذر ب يساوي جذر ا في ب. تسمى اش غادي ندير؟ هادو راهم متفرقتين، غادي ندخلهم تحت جذرين واحد. 8 في 2 صافي تولي 3 جذر 16. جماعه اش راه كاين هنا؟ راه كاين الضرب تساوي 3 في جذر 16 هي 4 نعرفوها من قبل. اذا 12 ا يساوي 12. سي بون صح. غادي نروح للبي ونفصل فيها غاية. بالنسبه للبي جماعه كيكون عندك جمع وطرح جذور، كيكون عندك الضرب نطبقوا هذه القاعده. كيكون عندك الجمع والطرح شادين، غادي كاع هاد الجذور غادي تفككهم باستعمال الجذر الصغير اللي هو 3. خطرات ما يعطيكش الجذر خطرات الجذر الصغير ما تلاحظهش ولا شي يدير، هو ينبهك يقول لك ا جذر 3 معناتها النتيجه غادي نلقى عدد مضروب في جذر 3. تما خاصك كلشي تقسمه على 3. شوف معايا الطريقه. زوج غادي نفتح قوس وندير هنا 3 ناقص زوج جذر 3 راهي قاعده، وهنا ثاني عدد في 3. 12 قسمة 3 شحال؟ غادي تلقى 4. 27 قسمة 3 شحال؟ غادي تلقى 9. دروك غادي هاد القاعده نطبق العكس تاعها. الساع درت منا لهنا، دروك غادي ندير منا لهنا. كي يكون عندك زوج اعداد داخل الجذر تقدر تفركت الجذر تقسمه، صافي تولي زوج جذر 9 في جذر 3 ناقص زوج جذر 3 زائد جذر 4 في جذر 3. زوج في جذر 9 شحال؟ 3 في جذر 3 ناقص 2 جذر 3 زائد جذر 4 شحال؟ هي زوج صافي زوج جذر 3. 2 في 3 هي 6 جذر 3 ناقص 2 جذر 3 زائد زوج جذر 3. ملاحظة أي عدد مع المعاكس تاعه يعطيني الصفر. كيكون عندك نفس العدد إشارة موجبة وسالبة غادي يعطيك الزيرو. إذا بي ببساطة تساوي 6 جذر 3. صافي دروك راني لقيت الأ ولقيت البي. اش قال لك من بعد؟ قال لك بين أن أ على بي يساوي 2 جذر 3 على 3. نحسبو خويا. هاي الأ أ على بي. أ لقينا 12 والبي لقينا 6 جذر 3. أول ملاحظة نقدر نختزل، نقدر نقسم الفوق والتحت على 6. صافي يولي عندك أ على بي ماذا يساوي؟ يساوي زوج على جذر 3. سي بون؟ صح. كي يكون عندك نسبة فيها المقام تاعها غير ناضح، يكون عندك جذر في المقام، اش دير باش تخلص منها؟ اضرب فيه هذا مكان جذر 3 جذر 3. عندي قاعدة اش تقول؟ يقول لك جذر أ في جذر أ يساوي أ جذر 5 في جذر 5 5 جذر 3 في جذر 3 3 جذر مليار في جذر مليار مليار. سي بون؟ صافي أ على بي تساوي 2 جذر 3 على 3. هذا ما كان بصحتك التمرين الاول كملنا على السالب. نروح للتمرين الزوج. بون على بالي كاين اللي راهم داروا المشروع التحليل كاين اللي ما راهمش داروه. صافي تاع غادي نديرو غادي نقلبوا في الترتيب. غادي نروحوا للتمرين الثالث تاع الهندسه ونعاودوا نولوا للتمرين الزوج. اللي قارين التحليل والنص يتبعوا معايا حتى التالي تاع الفيديو، اللي ماهوش قارينه يتبعوا الهندسه ويخرجوا عليا من الفيديو. سي بون؟ صح. غادي نروح للتمرين الثالث. جماعة البيان بإذن الله غادي نبقى لكم هذا العام، اللي تبعوا معايا وصافي. نروح للتمرين الثالث جماعة. السيجي ديروا كابتير وحلوا معايا. بون نعلموا السيجي تاعنا باش نحلوا فيه الهضره. هنا عندك الأ البي الاف السي والدي. هذا رسم كيفي يا جماعه؟ بيان سور هذا عباره عن مستطيل، هذه كاع زوايا قائمه كاع. سي بون. وهنا ثاني عندك مستقيم متضخر، هنايا الاو وهنايا كاين الاف ا بي سي بي الى اخره. صح. ا بي سي دي مستطيل حيث ا دي يساوي 6 سنتيم. عندك من لهنا 6 سنتيم زيد، ودي سي يساوي 8 من لهنا كاين 8. صح. دي سي يساوي 8 مادام في المستطيل كل ضلعين متقابلان متوازيان ومتساويان، تسمى ا بي
يساوي دي سي ويساوي 8 شاه سنتيم. زيد أدي هوالو تالي يساوي هذا قد فقول يساوي بي سي ويساوي 6 سنتيمتر. صح. او اف نقطتان من الضلعين ا بي و بي سي على الترتيب، حيث بي اف قال لك بلي بي اف 1.5. غادي نستحقوها معطيات كاع نكتبهم غادي نستحقوهم من بعد. زيد و ا سي يوازي او اف. احسب او اف. مادام يقول لك احسب او اف نخمم في ثلاث صوالح في حساب الاطوال. تابعوا معايا صحاب بي. كي يكون عندك حساب الاطوال خمم في ثلاث صوالح، اما غادي تستعمل خاصيه طالس ولا فيثاغورس ولا النسب المثلثيه. نتوما حاليا راكم قارين غير نظريه طالس باينه بلي في هذا الشكل غادي نستعمل خاصيه طالس. اش غادي نقول له لدينا شو هو الشرط قلت لكم في خاصيه طالس؟ الشرط هو التوازي. لدينا او اف يوازي ا سي. منين جبناها من المعطيات. او اف يوازي ا سي. صح. ومنه حسب خاصية طالس. بزاف عليك تدخل غير التوازي. غادي نقول لك بلي ا بي سي مثلث والنقاط ا او بي و سي اف بي على استقامية واحدة والى اخره. انت يهمك في الحل فقط. اذا بي او تبع معايا دير هذا على هذا حذاري. بي او ديرها على او ا. لا بي او على بي ا وبي اف على بي سي توازي او اف تساوي عفوا او اف على ا سي. صافي بي او على بي ا تساوي بي اف على بي سي وتساوي او اف على ا سي. دابا غادي نبدا نعوض. البي او عندي ديجا هي 1.5 والبي ا ولا الا بي عندك ديجا هي 8 تساوي بي اف. وراهي بي اف. لا بي او ما عندكش عفوا بي او هي المجهوله. البي اف شحال 1.5 والبي سي شحال 6. او اف ما على بالكش والا سي ما على بالكش. انت شنو هو المطلوب منك؟ المطلوب منك حساب بي او. صافي غادي تستعمل غير هذه الجزئيه. اذا هنايا نفتح قوس نكتب حساب طول بي او. هذه صار لها كيما الرابع المتناسب. هادو اللي متقابلين شي كاين بيناتهم الضر تبقى لك هذه نقسموا عليها. اذا بي او تساوي 8 في 1.5 على 6. 8 في 1.5 هي 12 على 6. صافي بي او يساوي 2 سنتيم. بصحتك. ها هو التمرين الثالث. اللي ما فهمش يا جماعه ولا خلي لي سؤال في الكومونتير. ندخلوا كاع من الان تصوموها ريفيزي افيك مو باذن الله. غادي نقلشكم هذا العام تمارين مسائل ملخصات كلشي. ندخلوا كاع من الان سي بون. صح. كملنا التمرين الثالث. غادي نعاود نولي للتمرين الزوج. بالنسبه للناس اللي متقدمين شويه على بالي بلي كان راهم ديجا في الروطار. سي بون. التمرين الزوج يخص النشر والتحليل. ان شاء الله ما تكونش لا فيديو طويل عليكم. كاينين يقولوا لي بلي لي فيديو شويه طوال. زعما لازم الفيديو يكون فيها ربع ساعه 20 دقيقه نورمال. تقدر تفرج حتى نص ساعه 40 دقيقه. قسم الفيديو وسيدي نورمال. صح. غادي نروح للتمرين الزوج. عطاك عباره او يساوي اكس ناقص 3 في اكس ناقص 10 زائد 3 اكس ناقص 3. اش قال لك السؤال الاول؟ انشر ووسط العباره او. غادي ندير نفس التبسيط. كي يكون عندك كيما هكا قوس في قوس شاد دير الاول في الاول عاود الاول في الزوج ومن بعد الزوج في الاول والزوج في الزوج. صافي اكس في اكس سي بون. اكس في اكس ومن بعد اكس في ناقص 10 زائد اكس في ناقص 10 زائد ناقص 3 في اكس. ناقص 3 في ناقص 10 30. صح. زائد ناقص 3 في ناقص 10. كاين اساتذه اللي يكتب لك كيما هكا. يكتب لك بهذا الشكل. غادي نديروها منه. يكتب لك اكس في القوس هذا اكس ناقص 10 ناقص 3 في اكس ناقص 10. ايوا يقعد ينشر غير كيف نورمال بلا توسويس. كي توسوس هذا واش راه اكس في اكس شحال تعطيك؟ تعطيك اكس اس 2 ماشي 2 اكس.
هذيك اكس زائد اكس تعطيك 2 اكس، ماشي كيف جماعه، خاص تفرقوا بيناتهم. صافي او تساوي اكس اس 2 هكا، اكس في ناقص 10 غادي نخلي الناقص الموجب بالسالب يعطيك السالب، 10 اكس تقعد كيما راهي، زيد ناقص 3 في اكس تانيك ناقص 3 اكس نورمال، ناقص 3 في ناقص 10 شحال؟ زائد 10. تسمى تولي عندي النتيجة النهائية او يساوي اكس أس 2 ناقص 13 اكس زائد 10. سي بون، مادابيا تحبسوا الفيديو تعاودوها وحدكم وقارنوا مع الحل باش تفهموا. قال لك احسب او من اجل اكس يساوي 50. عطاك قال لك عوض بالاكس يساوي 50، غادي وين ما نلقى اكس معوض ب 50. كون عطاك 100 عوض ب 100، عطاك مليار عوض بمليار، عطاك فارس عوض بفارس وهي رايحه. صافي هنايا في بلاصه الاكس غادي غير الاكس ندير حل عندها اقواس، غادي نخليها كيما راهي ما نخرب في والو، هذه اس 2 ما تخربش فيها. انت في بلاصه الاكس بلاصي 50، غادي ندير 50 هنا و50 هنا. ما ننساوش يا جماعه في المات كيكون عندك عدد في قوس معناتها كاين بيناتهم الضرب. بون 50 اس 2 غادي تلقاو 2500 ناقص 13 في 50 حسبوها بالكالكولاتور نورمالمون 650 زائد 10 صح. 2500 ناقص 650 غادي تلقاو 1850 زائد 10. النتيجة النهائية 1860. هذه هي النتيجة تاع ال سي بون صح. من وراها يبقى لي آخر سؤال في هذا الموضوع. قال لك حل المعادلة، عطاك معادلة قال لك حلها إكس على 4 زائد جذر 7 تساوي 4 ناقص جذر 7 على إكس. بالنسبة للناس اللي هم قارين المتطابقات الشهيرة، كي يكون عندك كسر يساوي كسر، عندي واحد القاعدة في الماتشات تقول لك جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين. صافي هذا في هذا يساوي هذا في هذا. إذا إكس في إكس يساوي 4 زائد جذر 7 في 4 ناقص جذر 7. إكس في إكس هي إكس أس 2. هنا راه عندي الشكل أ زائد ب في أ ناقص ب، شنو تعطيك؟ هذه متطابقة شهيرة تعطيك أ أس 2 ناقص ب أس 2. تسمى يولي عندك 4 أس 2 ناقص جذر 7 أس 2. 4 أس 2 هي 16. نعرف بلي جذر يعطينا مع التربيع، صافي تبقى لك 7 هنا إكس أس 2. إكس أس 2 يساوي 9 صح. غادي نحل هذه المعادلة. كي تبغي تحل هذه المعادلة اش دير؟ خاصك تدخل الجذر من ومن. إذا يولي عندك إكس يطير هذا مع هذا تساوي جذر 9 قارع وكذلك ناقص جذر 9. عندي حلين، جذر 9 هي 3 وناقص جذر 9 هي ناقص 3، هذه يسموها القيمة المطلقة غادي تقراوها العام الجاي في الليست. إذا عندك حلين، نقدر نكتب اس زعما سوليسيون. عندي حلين اللي هما ناقص 3 و3 وبصحتك كملنا. إذا جماعة ما تنساوش دعمونا بالبارطاج، بارطاجي أو ماكس. ما تنساوش باش تدخلوا كاع الانستا تاعي، جيم كومونتير بارطاجي ما بين صحابك. سموك تياني هذا العام. أيه السلام عليكم.